استنى شوي شوية يا طعم سنايب adamın nasıl? Neredeyse. Ne diyor? Ne diyor? 5 ay hoş. صارت عنا الحرب بسوريا، تركناه وجينا، يعني تركنا البلد جينا. هون إلنا 7 سنين باركين في تركيا. كنا ساكنين بالدكان، بعدين جينا لهون أخذنا هذا البيت. وهذا البيت وقت اللي نزل المطر كنت أنا وأمي بس لحالنا في البيت، أخوي مون يعني ملو بالبيت. هون صار مطر كتير، صار مي في البيت كتير، يعني طاف. أنا طلعت على الباب الشارع، صرت أصرخ. أجوا الأتراك أنقذونا أنا وأمي. أيوة، جابونا لهذا البيت. هذا البيت مو إنه لأصحابينه بدهم إياه يعني. ونحن بدنا بيت، هلأ لازم بيت يعني. وإيش نساوي يعني؟ بدنا مساعدة، يساعدونا. عربي التريك صارت خراب، أنا كيف بدي أبرك يعني؟ ما أقدر إنه أبرك على الأرض، بدي عربة يعني التريك يسوي لي إياها يعني. المهم تشتغل. وأمي مريضة وما يطلع شي بالإيد. غراضنا، بطانياتنا، مخداتنا كلهم راحوا خراب صاروا، ما تم عنا شيء أبدا. طلعت فيني حرارة سخونة يعني نقول عليها. هون نزلت غرغرينة على الإجرتين، شالوا الإجرتين من فوق الركبة. كان عمري 2 يعني. وأصبحت هيك، صرت كبيرة وكبرت وهيك أنا. إيش نساوي؟ طيب ما بطلع شي باليد، هذا قدر من الله. العربة التريك كنت أنا أروح فيها، لكن هلا أصبحت خراب. خربت يعني، ما تمشي يعني العربة. كيف أروح؟ والله لازم يعني يدبروا لي عربة يعني. أمي مريضة، ظهرها يوجعها وإجريها ما يعني تحسن تدوس عليهم. وأصبحت هيك، وبدها علاج، لازم علاج لأمي لحتى تقوم توقف على إجريها. ما في يعني، ما بتقدر، وأنا ما بقدر إنه أطلع عليها لأنه أنا كمان معاقة يعني. وإيش نساوي؟ طيب ما بطلع شي بالإيد، بس لازمها لأمي علاج. والله يعني دكتور عظمية عصبية يعالجها لحتى تقوم توقف على إجريها يعني. إيش نعمل؟ طيب لازمه شغل، ما في شغل عنده. يشتغل هداك يا أخوي الصغير ياسر اسمه، يشتغل يقدم آجار للبيت، والبيت آجاره يعني إذا بيت كويس بدنا ناخد في آجاره غالي، ما نقدر يعني. هذا أخذنا هذا البيت طاول تعبان يعني. وهيك دخل علينا المطر وهيك صار فينا. والله لازمنا ماكينة، نحن نقول عليها غسالة، تغسل الألبسة يعني. ودولاب بوز، هذا براد نحن نقول عليه. وبطانيات، مخدات، كله لازم. العربة الالتريك تصير بيت، أهم شيء البيت يعني كمان لازمنا. والله إيش نسوي؟ وعلاج لأمي وأنا كمان عندي هون الأسنان بدون علاج، لأنه أنا ارتميت بالمطر وقت اللي دخل على البيت لعنا. هذا تكسر، شوف صار بدي علاج لأسناني يعني كلهم.
Komşularımız bunlar. Suyun altında kalmışlar bu son yağmurun altından. İşte bu kendi mağdur. O annesine bakıyor. Durumları çok perişan. Allah rızası için biz kimin elinde ne geliyorsa onu yapsınlar yani. Allah rızası için. Mağdurlar, çok mağdurlar yani. Bir kardeşim var çalışıyor diyor. Oraya da 500 kira veriyorlar. O gördüğünüz yere 500 milyon kira veriyorlar. Kardeş neyle çalıştığını bilmiyoruz. Ne kadar kazandığını bilmiyoruz. O komşular yemek veriyorlar, ekmek getiriyorlar. Kendi imkanıyla çamaşırına bakıyor, annesine hizmet ediyor. Allah yardım etsin yani. Kimin elinde ne geliyorsa yapsın, yardım etsinler. Yavaş yavaş yavaş. Böyle. Rahmet. Yani adam anlat da. Ne dediyse. Ne diyor? Ne diyor? Bu eşyayı boşaltmayı söyle de.